تأسيسا على ذلك، فالصراع القائم بين إنانا وأنكي هو صراع اجتماعي شاق، ولا شك أن له أسسه المادية. ونلاحظ اليوم أيضا صحة هذا التفسير من خلال الصراع القائم في تركيا، حيث نتلمس مرة أخرى عن كثب كيفية سريان جدلية التاريخ عبر الصراع بين قوى حزب الشعب الجمهوري CHP الذي يتظاهر أنه وضعي وعلمي، وبين حزب العدالة والتنمية AKP الميتافيزيقي الذي يدعي تشبثه بالدين وبالعقيدة الإسلامية. علينا الإدراك جيدا أنه ما من كفاح عسكري أو سياسي أو اقتصادي إلا وأقحم الدين في صراعاته الاجتماعية، وإلا فسنقع في الوضع الذي آلت إليه الاشتراكية المشيدة. إن الإله السماوي آن والإله الأرضي آنكي اللذين ابتدعهما الكهنة السومريون هما إلهان ذكوريان يعكس هذا الواقع بروز قوة الرجل في مجتمع المدينة السومري، حيث يقدس الرجل ويؤله. إنه تقديس هائل لدرجة أن الرجل القيادي الجليل الجديد قد غدا المجتمع نفسه الذي اكتسب القدسية والألوهية بين السماوات والأرض. وإذا سبرنا هذه الإجراءات المعمول بها، فسندرك بنحو أفضل أن المبجل هنا هو طبقة الكهنة لا غير، تماما مثل ما سنجد عندما ننبش في عقيدة إينانا أن القوة المجتمعية للنساء الأمهات هي القوة الموجهة والخلاقة في العهد النيوليثي. يستمر هذا الصراع بين القوى المتكافئة حتى أعوام 2000 قبل الميلاد، رغم أن الكفة بدأت ترجح على حساب المرأة طرديا في المجتمع السومري. إن البحث في موضوع الكفاح تجاه التمييز بين المرأة والرجل ضمن أشكاله وألوانه عبر التاريخ إلى يومنا الراهن يوضح الأمور ويفيدنا أكثر. سنسعى لفعل ذلك. بينما يخصص الكاهن الطابق العلوي من الزقورات للآلهة التي بدأ عددها يتناقص طرديا، فإنه يقوم بالمقابل بالتكتم إلى أقصى الحدود على وجود هذا الطابق، ويوثق رئيس الكهنة تعليماته بعدم صعود أي أحد إليه سواه. هذا التكتيك مهم لأجل التطور الديني الجديد، حيث يزيد من تبجيل الناس ويثير فضولهم أكثر، ويوطد من تبعيتهم وانصياعهم أكثر. يثابر رئيس الكهنة على نشر أقواله بين المجتمع بكونه التقى الإله وتكلم إليه في هذا الطابق. بالتالي فمن يرغب سماع كلام الرب فما عليه سوى النظر إلى كلام رئيس الكهنة، ذلك أنه الناطق والمفوض الوحيد باسم الرب. انتقل هذا التقليد كما هو إلى الأديان الإبراهيمية أيضا، فسيدنا موسى تكلم مع الرب في جبل سيناء لينهل منه الوصايا العشر. والاسم الآخر لسيدنا عيسى هو الناطق باسم الرب، فهو أيضا شرع بمحاولة التحدث مع الرب مرات عديدة، إلا أن الشيطان كان يفرغ محاولاته تلك ويفشلها، لكنه كان سينجح في التحدث إليه في نهاية المطاف. أما الإسراء والمعراج لدى سيدنا محمد فيشير إلى استمرار التقليد عينه في الإسلام أيضا. سيتم ترتيب الطابق العلوي على شكل مجمع الآلهة بشكل أكثر عظمة وإبهارا في الديانة الإغريقية الرومانية. أما في الديانات الإبراهيمية فسيعاد ترتيبه مجددا على شكل الكنيست والكنيسة والجامع لتزداد عظمته وأبهته. إن الدور المتزايد للطبقة الدينية بين صفوف المجتمع يبدو واضحا بما لا غبار عليه. رئيس الكهنة هو الشخص الناجح في تركيز فكره في طابق بيت الرب، فلكي يكون تنظيم المجتمع الجديد مؤثرا فمن المهم للغاية أن يسير وفق الكلام الدائر في المحادثة بينه وبين الرب. لأول مرة توضع بعض التماثيل في هذا الطابق لتمثيل الرب، فهذا الابتكار يثير فضول الإنسان أكثر، لذلك وجدت الحاجة لمثل هذه الأصنام والهياكل الرمزية للإله الاصطلاحي، ذلك أن ذاكرة الإنسان في ذاك الزمان أقرب عموما لمثل هذه التصورات الذهنية المتجسدة في الهياكل أكثر من التفكير بنمط المصطلحات التجريدية. كما أنه من العسير إدراك الفكرة الشفهية أو المجردة، أي غير المدعومة برمز أو هيكل. فالمجموعات البشرية تشهد تأثيرا كاسحا للغة الإشارات، نوعا من لغة الرسوم والمجسمات والجسد. بالتالي فمن المفهوم تماما دوافع اللجوء لاصطلاحات الإله المجسد في الرسوم والأصنام، في حين أن الرسوم والتماثيل الجمة للمرأة البدينة والمتبقية من عهد الإلهة الأم هي أكثر تواضعا وترمز للمرأة الأم المعطاء والمبدعة. إذن فكون أول بيت للرب في الطابق العلوي من الزقورات على شكل مجمع الآلهة، الكنيسة، الكنيست، الجامع والجامعة هو أمر منير ومفيد لأبعد الحدود،
فهذه السلسلة المتعاقبة من التشكيلات التاريخية المترابطة تعني ذاكرة المجتمع وهويته المقدستين، فعلم اللاهوت المعروف باسم الثيولوجيا يروض وينمي هذه الذاكرة بتحويلها إلى فلسفة، بحيث تكون منقطعة ومجردة عن نموذجها الأول. إن أفدح أشكال التزوير في التاريخ حصلت في ميدان علم اللاهوت والإلهيات. لا يمكن إغفال أو إنكار دور الإلهيات المؤكد في تطور العلم والفلسفة، لكن وبسبب تأديتهما دورهما باللجوء إلى مجرد المجرد ووثن الوثن دون إيضاح منابع الألوهية وجذورها الاجتماعية، فإن هذه الشريحة هي المسؤولة الأولى عن كيفية نشوء المدنية عموما، والمدنية الراهنة خصوصا عبر المجتمعية التي شادوها. أجل، لا ريب أن شروح الإلهيات الغائصة في أعماق الأصول والجذور الصحيحة تقدم مساهمات جليلة في صياغة علم المعنى، لكن الجانب الطاغي لدى اللاهوتيين هو توظيفهم منزلتهم داخل كافة الأروقة الرسمية لأنظمة الدولة والهرمية في خدمة تسيير أشد التحريفات الخاصة بالمعنى، إن كان بقصد أو بدونه. من المهم استيعاب هذه الحقيقة، لذا سنسعى لتحليل وشرح هذه المواضيع والصياغات الجديدة التي تقمصوها في كل فترة مهمة، وذلك بهدف إدراك الشرق الأوسط الراهن. جيم. الوظيفة الثانية المهمة للكاهن هي هندسة المجتمع، فهو يقوم بالتخطيط للمجتمع الجديد وتشييده من جهة، وبتدبر شؤونه من جهة ثانية. تسير هذه المهمة في الطابق الثاني من الزقورات، أي في طابق الكهنة. هكذا سيتكاثر الكهنة كمفوضين عن الرب ليشكلوا طبقة مقدسة تحت إشراف رئيس الكهنة، ويشكل بالتالي أول طبقة هرمية الإدارة المقدسة كحفنة إدارية معدودة لكل مدينة على حدة. لهذا السبب لم نقل عبثا أن الكهنة هم الرسم التخطيطي الأول الأكاديمي المتمرس، فبينما يشرفون على إنتاج القيم المادية عبر تشغيل رعاياهم في الطابق الأول بداية الاستعباد والرق، فإنهم ينكبون بمعية الإله على الانشغال بالعلم وتنظيم شؤونه. هكذا شهدت غرف الكهنة في الطابق الأوسط وضع اللبنات الأساسية لعلوم الكتابة، الرياضيات، علم الفلك، الطب، الآداب، ولعلم اللاهوت أيضا بالطبع. إذن فالطابق الأوسط هو في نفس الوقت نموذج مصغر للمدرسة والجامعة، أي أن طابق الرب نموذج مصغر للمعابد، وطابق الكهنة نموذج مصغر للمدارس. لا جدال في أن إدارة شؤون مجتمع المدينة هي المؤثر الأولي في تسيير هذه الفعاليات المتعاظمة، إذ يتوجب الإدراك جيدا أن الفعاليات المادية لم تسير في أي وقت من الأوقات بشكل تلقائي، أي أنها لم تمارس على يد الكادحين الأحرار على حد تعبير ماركس، ذلك أنه لا وجود لكادحين أحرار تابعين لأصحاب الملكيات العامة منها والخاصة في أي مجتمع طبقي بما فيه مجتمع العصر الرأسمالي. فكل إنسان غير مستعبد بالقمع والشرعنة لا يمكنه أن يعمل بحرية في ملكية الآخرين. سنشرح هذه الأمور في مكانها المناسب.